السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي خواتاتي في فيديو جديد إن شاء الله. من بعد ما درنا درس ديال الثورة الروسية وأزمات الديمقراطيات الليبرالية، إن شاء الله اليوم غادي نحاولوا نشرحوا الدرس ديال أزمة العالم الرأسمالي 1929. أولا هذا الدرس هذا كينقسم من العنوان الأول، الثاني، الثالث ورابع، يعني 4 عناوين اللي غادي نحدوا بهم وغادي نساليو بهم هذا الدرس اللي هما ساهلين بزاف. اولا غادي نشوفوا التعريف ديال هذه الازمه هذه، غادي نشوفوا ايضا ظروف وعوامل انطلاق الازمه، غادي نشوفوا ايضا مظاهر انتقال الازمه من القطاع المالي الى القطاعات الاخرى، واخيرا غنشوفوا انعكاسات الازمه على بلدان العالم. اولا غادي نشوفوا تعريف الأزمة الاقتصادية. الأزمة ديال 1929 أو أزمة العالم الرأسمالي هي أزمة اقتصادية عالمية وقعت في 1929، وذلك في بورصة في الولايات المتحدة الأمريكية ببورصة وول ستريت بنيويورك يوم الخميس الأسود 24 أكتوبر 1929، بسبب انهيار مفاجئ لقيمة الأسهم لتعم بعد ذلك مختلف البلدان الرأسمالية، وذلك من خلال الروابط الاقتصادية التي تجمع بين هذه الدول. يعني التعريف ديال الأزمة الاقتصادية هي أزمة وقعت في 1929 اقتصادية عالمية انطلقت من بورصة وول ستريت بنيويورك يوم الخميس الأسود 24 أكتوبر 1929، وذلك من خلال يعني كان السبب الرئيسي ديالها الانهيار المفاجئ لقيمة الأسهم لتعم بعدها مختلف البلدان الرأسمالية والمستعمرات بحكم الروابط الاقتصادية التي تجمع بين هذه الدول. غادي نشوفوا أيضا ظروف وعوامل انطلاق الأزمة. ظروف وعوامل انطلاق الأزمة، من بين الأسباب ديال هذه الأزمة هذه أولا المضاربات المالية، بحيث ان تزاد لنا واحد الاقبال على بيع وشراء الاسهم، وذلك من خلال نظام القروض اللي كانت كتعطيهم الولايات المتحده الامريكيه للافراد. وكان كيشوفوا الفرد كان كيشوف من جوج جوانب. اولا من جانب ديال الثقه الزائده في قيمه الاسهم بانها ما غاديش تخدلو، ثانيا من جهه البحث عن تحقيق الارباح والاموال، وهو ما ادى الى يعني اللي خلى هذا الشيء اللي خلانا ان يكون واحد ارتفاع ديال العرض ديال هذه الاسهم مقارنه مع الطلب عليها، اللي خلى لنا هذا الطلب انه تنهار لنا قيمه الاسهم في بورصه وول ستريت يوم الخميس الاسود. يعني الظروف والعوامل ديال انطلاق الازمه ان من الاسباب ديال هذه الازمه الاقتصاديه العالميه اولا المضاربات الماليه، بحيث انه تزيد لنا الاقبال على بيع وشراء الاسهم، وذلك من خلال كيف ما قلت لكم نظام القروض اللي كتعطي الولايات المتحده الامريكيه من جهه الثقه الزائده الاسهم، ومن جهه اخرى يعني كان بحث عن تحقيق الارباح، اللي خلى هذا الشيء يرتفع لنا عرض الاسهم مقارنه مع الطلب، فادى هذا الطلب الى انهيار قيمتها في بورصه وول ستريت. غادي نشوفوا ثاني عنوان رئيسي، وهو مظاهر انتقال الازمه من القطاع المالي الى القطاعات الاخرى. بطبيعه الحال لانه ممكن ولا يعني بطريقه مباشره بسبب هذه الازمه هذه او لا غتنتقل لنا هذه الازمه هذه من القطاع المالي يعني اللي هو البنوك الى القطاعات الاخرى سواء اقتصاديه واجتماعيه. غنشوفوا وحنا مستمرين في الدرس انه انتقلت هذه الازمه من القطاع المالي الى القطاعات الاقتصاديه الاخرى، بحيث ان بسبب انهيار قيمه الاسهم عجزوا، يعني كان واحد العجز ديال المساهمين عن سداد القروض ديالهم. هذا الشيء اللي خلى الافلاس ان الافلاس ديال الابناك، وبذلك توقفت القروض الاستهلاك والاستثمارات. يعني هنا غيولي عندنا ركود، يعني ركود ديال الاقتصاد سواء على مستوى الانتاج الصناعي والفلاحي، يعني وركود حتى المبادلات التجاريه بطبيعه الحال. وكذا انتقلت الى المجالات الاجتماعيه بطبيعه الحال، غادي تنتقل الى المجالات الاجتماعيه، وبذلك غادي يكون يعني من وقع افلاس ديال الابناك وركود ديال الاقتصاد بطبيعه الحال، غتولي بطاله، غيولي تهميش، غيولي فقر، غيولي تشرد، يعني غيولي تراجع القدره الشرائيه، الاضرابات، يعني غير مجموعه من المشاكل الاجتماعيه. اخيرا والعنوان الاخير في الدرس ان شاء الله، وهو
هو انعكاسات الأزمة على بلدان العالم، وذلك من خلال قلنا بفعل الترابطات الرأسمالية، اللي نقدروا نقولوا ترابطات الرأسمالية بين الدول الاقتصادية. يعني بطبيعة الحال غادي يكون واحد التأزم ديال كاع البلدان اللي مترابطين على مستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي ولا غير ذلك، بحيث كان من نتائج الأزمة على المستوى العالمي أولا تراجع الإنتاج الصناعي العالمي، يعني تراجع الإنتاج الصناعي العالمي، ولا انكماش المبادلات التجاريه العالميه، ايضا ما بقاش مبادلات تجاريه، ارتفاع حجم البطاله، يعني قلنا هنا مشاكل اجتماعيه، البطاله في مختلف البلدان الراسماليه، انتشار مظاهر البؤس والفقر وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعيه. يعني بطبيعه الحال غيكونوا انعكاسات على مستوى العالم، على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي ايضا. نتمنى ان الدرس غادي يعجبكم ان شاء الله باذن الله. غادي نحاول ان شاء الله نشرح لكم في الدرس القادم الحرب العالميه الثانيه. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.